ضيوفه مسألة الحصة أو الكوتا هذه ربما تحرم الذين يدفعون بحجة أن هذه الانتخابات لن تعطي فرصة عادلة أو نزيهة من هذه الحجة لاستخدامها. الآن الحوار من هنا من لندن عبر الهاتف أو من الرباط يوازيه أيضا حوار أونلاين. سأتحول الآن مجددا إلى زميل أحمد عبد الرازق الموجود الآن في غرفة الأخبار يرصد الحوار على موقعنا الإلكتروني وأيضا على صفحاتنا على مواقع التفاعل الاجتماعي الأخرى. أحمد. نور، بداية أود أولا أن أورد هاتين المشاركتين من المشاركات الواردة إلينا في حوارنا الإلكتروني، واللتان تعكسان تيارا كبيرا وسط المشاركين في حوارنا الإلكتروني. الأولى من هذه المشاركات هي لمنير محمد من طنجة، والذي يقول فيها: هذه الانتخابات لا تلبي مطالبي كشاب مغربي، لأن نفس الوجوه عادت ليس لتحكم ولكن لتعيث في البلاد فسادا كما يقول. فكما يعرف الجميع فإن سلطتي كلها مركزة في يد الملك. إذن يتساءل لماذا نصوت لشخص لا يستطيع تغيير شيء؟ ويختم منير قائلا: أنا مقاطع. من نفس التيار أيضا نادية من المغرب، وهي تقول: ما قيمة صوتي في بلد لا الحكومة فيه تحكم ولا البرلمان يشرع ولا القضاء له صلاحيات محاكمة رموز الفساد؟ إذن فالتصويت هو تزكية الفساد والاستبداد على حد قولها، وهذا ما لا يقبله العقلاء. وتختم نادية أيضا بقولها: المقاطعة هي الحل. أود أن أشير نور إلى أن منير ونادية هم نموذجان من تيار كبير يرفض المشاركة في الانتخابات تماما ويقول إنه سيقاطعها. طيب أحمد، بالطبع ربما كان هذا التيار بارزا فقط في المشاركات الواردة إلينا أونلاين، وربما اختلف الوضع مع الواقع، مثل ما تابعنا من بعض الآراء اللي كانوا مع بدر التي تقول لابد من تفويت الفرصة على تجار الأصوات وعلى الفساد الانتخابي. بالطبع نور، المشاركات هي لا تعكس ربما الواقع على الأرض، فهناك تحليلات كثيرة تشير إلى أن كثيرين متحمسون لهذه الانتخابات على أرض الواقع، لكن في الحقيقة أنا أكاد لا أرى أحدا من بين من شاركون بآرائهم في حوارنا الإلكتروني يؤيد هذه الانتخابات. طيب بجانب هؤلاء المقاطعين، هل من آراء أخرى؟ هل من حل أو طريق ثالث؟ نور، هناك كثيرون آخرون لم يعلنوا صراحة في مشاركتهم أنهم سيقاطعون الانتخابات في المغرب، إلا أن آراءهم في المحصلة النهائية هي تصب في نفس اتجاه المقاطعة، وهم يريدون دلائل على فساد الحياة السياسية وعدم جدوى الانتخابات. ومن هؤلاء مثلا أورد ما قاله رحال من طنجة، والذي يقول: الانتخابات التشريعية لا تلبي متطلباته، فالدستور لم يصغه الشعب أصلا بل كان ممنوحا من طرف الملك، والدليل على زيف ادعاءات المخزن هو ترشح نفس الوجوه الفاسدة والتي يجب تقديمها للعدالة والمساءلة على حد قوله، بالإضافة إلى أن الانتخابات لا تفرز من يحكم بل مجرد كراكيز ودمى في يد المخزن. المخزن طبعا وفق تفسير صديق مغربي يقصد به السلطة أو النظام، والكراكيز أيضا وفقا لتفسيره تعني الدمى أو العرائس المتحركة. طبعا نور، أنت يمكنك أن تضيف على اعتبار أنك أدرى بهذه المصطلحات. أنا أعرف صديقك المغربي هذا. على كل أحمد، أعطينا يعني نماذج من مشاركات أخرى تميز بها الحوار الإلكتروني اليوم على bbcarabic.com وعلى صفحاتنا على مواقع التفاعل الاجتماعي. نعم نور، وسط هؤلاء الذين يقولون بعدم جدوى الانتخابات ويتحدثون عن أنها ستأتي بنفس الوجوه الفاسدة، ذهب هشام من الدار البيضاء بعيدا في اتجاه نظرية المؤامرة، إذ يتساءل في بداية مشاركته: يا إخواني المغاربة، ألم يحن الوقت لتفهموا بعد؟ لا يوجد شيء اسمه معارضة في المغرب. حركة العشرين من فبراير هي حركة مخزنية أقامتها الحكومة لاحتواء غضب الشعب الذي ذاق مرارة السنين نتيجة الفوارق الطبقية الهائلة. وإذا كانت نية الحركة العشرين من فبراير وغيرها من الأحزاب صادقة، يتساءل هشام: لماذا لا تترشح للانتخابات بصفة قانونية عن طريق أحزاب وسيساندها الشعب في ذلك؟ وإلا فما فائدة المسيرات الفلكلورية كل أسبوع؟ هكذا يتحدث هشام من الدار البيضاء، مشيرا إلى أن حركة العشرين من فبراير هي من صناعة النظام. أخيرا وليد العلمي من على صفحتنا على الفيسبوك يقول: الإصلاحات موجهة للأسف لتبييض الصورة لدى الدوائر الغربية أكثر من اهتمامها بتطلعات المواطن المغربي الذي يدرك كل الإدراك أنه إن ذهب فسينتخب حكومة لا تحكم ولا